تابع الجمهور حلقة حماسية بعد عرفة يمان علي أن الدكتور جوفن هو والده الحقيقي، وهو الخبر الذي تلقاه بعدما عاد يمان إلى منزله مع عائلته بعد جنازة شقيقه وكانت الصدمة عندما فاجأ ألا. تزداد الأحداث تشويقا وإثارة في مسلسل حقيقة والد يمان، ولن يهزل الخبر يمان وحده أنا مع عائلة سويسلان كلها واحد تلو الآخر. ويشعر سرحان الذي يلعب دور الأب والزوج المتضرر بالضغط من حقيقة أن متين لن يترك شيبنام وابنتها رؤيا بعد لآن، على الرغم من أن رؤيا تحاول فهم ما فعله والدها متين ووالدتها شيبنام اللذين عادا إلى المنزل بعد سنوات، إلا أن متين مصمم على الفوز بقلب ابنته بغض النظر عن مدى محاولة شيبنام تخويف ميتين، فإن دافعه لاستعادة ابنته لن يردعه. وبينما يقول والد يمان جوفين أيدين الحقيقة للجميع، فإن هذه الحقيقة تضع نسريهان في موقف الأم الكاذبة التي احتفظت بهذا السر لسنوات خاصة مع ألاز، وتشاغل الغاضبان جدا من هذا الموقف. وبينما كان شعور الحداد يؤلم كل شبر من جسده، يختفي مان علي الذي اهتز بهذه الحقيقة. طبعا هناك حالة على السوشيال ميديا لأن الجمهور عليه الانتظار أسبوعين هذه المرة لمشاهدة الحلقة 17، خاصة وأنها انتهت بحادث مأساوي يصيب يمان علي ورؤيا. يلاقي مسلسل المتوحش أو بالتركية يابني تفاعلا كبيرا مع عرض كل حلقة مساء كل يوم ثلاثاء الساعة 8 مساء، وذلك عبر قناة فوكس تي في التركية، كما تعرض حلقاته مترجمة ومدبلجة للعربية على منصة شاهد.